ساعات كده بنحس إن في حاجات صح وحاجات غلط، كأننا كلنا متفقين عليها من جوانا، زي إن الشجاعة حلوة وإن الظلم وحش، حتى لو محدش قعد علمنا ده بالورقة والقلم. بالظبط. الكتاب اللي هنتكلم فيه النهاردة بيخش أعمق حتة في الإحساس ده بالذات. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهر، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي بيساعدك تختار تتعلم إيه. النهاردة بقى معانا كتاب مهم قوي، المسيحية المجردة، C.S. لويس. الكاتب بيحاول يشرح أساسيات الإيمان المسيحي بشكل منطقي كده وبسيط. وهو بيبدأ منين بقى؟ بيبدأ من الحتة اللي كنت لسه بتقول عليها دي، اللي هو الإحساس الداخلي بالصح والغلط. لويس بيسميه القانون الأخلاقي. القانون الأخلاقي. أيوة، وبيقول إن ده مش مجرد إننا تعودنا على كده أو المجتمع زرعه فينا وخلاص، لأ، ده كأنه قانون حقيقي موجود بره عننا، زي قانون الجاذبية كده مثلا. وده يعني بيفتح الباب لفكرة إن في حاجة ورا الكون المادي ده. بس لحظة، مش ممكن فعلا يكون مجرد تربية؟ يعني الثقافات المختلفة أخلاقها مش زي بعض دايما. لويس بيقول إيه في النقطة دي؟ هو فعلا بيعترف إن في اختلافات بين الثقافات أكيد، بس بيقول لو بصينا أعمق شوية تحت الاختلافات السطحية دي هنلاقي اتفاق كبير على الأساسيات. زي إيه مثلا؟ زي إن القتل بدون سبب ده وحش في كل حتة تقريبا، إن الأمانة ليها قيمة معينة. الأهم بقى من ده هو إزاي بنتعامل لما بنكسر القواعد دي. بنعمل إيه؟ بنبرر لنفسنا، بنلاقي أعذار. لويس بيقول ده في حد ذاته اعتراف ضمني إن في صح معين، في معيار إحنا عارفين إننا خالفناه. فهمت. يعني حتى لما بنختلف على التفاصيل بنبقى كأننا متفقين إن في مبدأ أصلا بنتكلم حواليه. حلوة دي. بالظبط. طيب ننقل على نقطة تانية بقى مهمة برضو بيطرحها الكتاب، المسيحية وباقي الأديان. تمام. هل لازم المسيحي يشوف إن أي دين تاني ده غلط في كل حاجة؟ لا، لويس هنا بيقدم رؤية يعني متوازنة أكتر. مش بيقول إن كل الديانات التانية غلط من الألف للياء، لا خالص. بيقول ممكن جدا يكون فيها جوانب من الحقيقة، ممكن يكون فيها حكمة، أخلاق كويسة، ده وارد جدا. أوكي. لكن من وجهة نظر المسيحية، الكتاب بيقدم إن المسيحية هي اللي فيها الصورة الكاملة، الصورة الأوضح والأدق عن ربنا وعلاقته بالناس، خصوصاً في النقط الجوهرية زي طبيعة ربنا والخلاص وكده. مش رفض كامل للآخر، لكن تأكيد إن من منظور مسيحي في اكتمال معين للصورة في المسيحية. تمام قوي. طيب والنقطة الثالثة، الأخلاق بقى. أيوة، الأخلاق المسيحية. لويس بيوضح إنها مش مجرد لستة أوامر ونواهي، اعمل ده وما تعملش ده، اللي هي فكرة ما تأذيش حد وخلاص. لا، أعمق من كده، بأسطول سفن ماشي في البحر. عشان الأسطول ده يوصل لهدفه بسلام محتاجين نهتم ب3 حاجات أساسية. 3 حاجات إيه هم؟ أول حاجة إن السفن ما تخبطش في بعض، يعني علاقاتنا ببعض تكون كويسة، ما نأذيش حد، يبقى فيه عدل وإنصاف. وده اللي الناس كتير بتركز عليه. اللي هي حريتي تنتهي عند حرية الآخرين وكده. بالظبط، بس ده مش كفاية لوحده. البعد التاني إن كل سفينة لوحدها تكون شغالة كويس، الموتور بتاعها سليم، الدفة مظبوطة. يعني إيه؟ يعني حالتنا إحنا من جوه. تقصدي الترتيب الداخلي والنفسي؟ أيوة، تناغمنا الداخلي، رغباتنا، أفكارنا، صحتنا النفسية والروحية. مش كفاية ما نبقاش نخبط في اللي جنبنا، لازم السفينة نفسها تكون جاهزة للإبحار أصلاً. منطقي جداً. وإيه التالت بقى؟ التالت وده الأهم يمكن، الأسطول كله على بعضه رايح فين أصلاً؟ إيه الهدف النهائي من الرحلة دي كلها؟ وده بيرتبط بالهدف الأسمى لوجودنا كبشر وعلاقتنا بالله كمصدر للحياة دي كلها. يعني مش بس علاقتي بالناس ومش بس حالتي الداخلية، لا، ده كمان في سؤال عن الهدف الأكبر من وجودي ومن وجودنا كلنا. رؤية شاملة قوي جداً، وال3 دول ما ينفصلوش عن بعض في فكر لويس. واضح إن الكتاب ده مليان أفكار عميقة فعلا، بيفتح كلام في مواضيع تانية كتير. أكيد، يعني بيتكلم أكتر عن مصدر القانون الأخلاقي ده، وهل الإيمان عكس العقل، وإيه طبيعة المحبة المسيحية بالظبط، هل هي شعور بس ولا قرار؟ وسمعت إنه بيتكلم عن مواضيع أخلاقية زي العفة والجنس كمان.
مظبوط. وبيتكلم عن طبيعة الله، هل هو مجرد قوة ولا كائن شخصي؟ وبيشرح حاجات ممكن تبان معقدة للبعض زي الثالوث الأقدس. يعني الكتاب ده رحلة فكرية وإيمانية متكاملة. بالظبط. طيب وإحنا بنختم ممكن نسيب المستمعين مع سؤال كده للتفكير؟ أكيد. يمكن السؤال يكون، هل محاولة إننا نعيش بالمبادئ الأخلاقية دي حتى لو بنغلط وبنقع وبنقوم تاني، هل المحاولة دي نفسها جزء أساسي من رحلة النمو والتغيير اللي لويس بيتكلم عنها؟ سؤال جميل فعلا ويستاهل نتأمل فيه. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وتحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه أو موضوع إيه؟ بودكاست المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.